السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة. كل سنة وانتم طيبين. ومعلش عشان اتأخرت عليكم، انتوا عارفين طبعا امتحانات سنة تالتة اعدادي، والامتحانات الأيام ديت صعبة جدا. ربنا ينجح سنة تالتة اعدادي وينجح ثانوية عامة وينجح كل أولادنا في المدارس وفي الكليات. طبعا أنا راح أنزل لكم فيديو بسيط جدا زي ما انتم شايفين، عشان طولت شوية على القناة. راح أنزل إن شاء الله السلق بطريقة جميلة جدا وسهلة، ويتخزن معاكِ للسنة السنة، يجراش أي حاجة فيه، وراح ينفعنا جدًا كمان عشان خاطر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين خلاص على الأبواب. راح ينفعنا في السلق، السلق ينفعنا في شوربة بطاطس، ينفعنا في قلقاس. ما شاء الله يبقى جميل جدًا وطعمه جميل، وتطلعيه على طول من الفريزر وتحطيه في الأكلات بتاعتِك. وزي ما أنتم شايفين كده جايبين كذا حزمة من السلق، وعليهم ربطة صغيرة من الكزبرة الخضرا. جميل جدًا، راح تعمل لِك معاكِ كمية جميلة جدًا، وعايزة تزوّدي أكتر من كده زوّدي براحتِك أنتِ. الطريقة بتاعتنا سهلة خالص. طبعًا أنا غسلتهم حلو يا جماعة، وصفيتهم في المصفى زي ما أنتم شايفين، أخضر معانا وألوان الخضرة الأيام ديّة تخزّني جميع الخضرة وجميع الخضروات الأيام ديّة. شهر 12 شهر 1 ما شاء الله، الخضرة تبقى خضرا وجميلة ومسكّرة معانا. طبعًا زي ما أنتم شايفين أنا غسلتها حلو وصفيتها في مصفى عشان ما أطوّلش الفيديو عليكم. واشيل العيدان بتاعته نفس الطريقة دي، اخد الورق بس بتاعت السلق زي ما انت شايفة كده، اشيل العيدان بتاعته بالطريقة دي، اخلص كل الكمية بتاعتي وارجع لكم تاني. وخلصنا السلق بتاعنا وقرطفناه كله زي ما انتم شايفين ما شاء الله. اقطع ربطة الكزبرة واقطعه بالسكينة على قطاعة كده، وتقطعي قطع صغيرة. نفس يا جماعة هو السبانخ ما بتقطعيها كده، ومن تيجي تحطيها كمان في الطاسة بيدوب معاكي بسرعة ويدبل. قطعنا بالسكينة، وتعالى نحط شوية في الكبة ونعمهم الطريقة اللي بتحبيها تعمليها. طريقة السلق جميلة جدا، راح توفر كتير يا جماعة. من تجيبي قلقاس تعملي شوربة بطاطس كمان، تحطي كده معلقة ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين ضربته في الكبة أنا ونعمته نفس الطريقة دي. وعايزة أنعم من كده، ممكن تنعمي أكتر من كده، بس ما تنعميش كتير قوي عشان ما ينزلش ميته كتير. طبعا هو راح ينزل ميته من نيجي نحطوه على البوتاجاز. وحطينا طاسة على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين، ما فيهاش اي دهون دلوقتي، ما حطيناش سمنة ولا اي حاجة. ونحط بالسلق بتاعنا واسيبه مدة نص ساعة، واحط السلق كله في الطاسة زي ما انتوا شايفين. طبعا هو ما فيهوش مية خالص يا جماعة، وناشف معانا وجميل. بس من يجي يستوى راح ينزل شوية مية، تقلبي فيه على طول عشان ما يتحرقش منيكي. بعد كده يروح يشرب المية بتاعته، ونشوف المكونات اللي راح نحطوها في السلق. طبعا هو نزل المية بتاعته، وبعد كده المية نشفت نحط له زي معلقتين من السمنة بعد ما نشفت المية خالص منه. والكمية قلت خالص يا جماعة، يعني لو جبت 5 ربط ولا 6 ربط بيبقى يعني الكمية قليلة جدا، عشان هو عامل زي السبانخ بالظبط. بيدبل جدا كده، وان الورق بتاعه خفيف. حطينا معلقتين من التوم في السلق. اول حاجة حطينا معلقتين سمنة، بعد كده معلقة توم، كنت دقاه بمعلقة صغيرة من الملح واسيبه. لو حابة تحطي لها بهارات فلفل وكمون وكزبرة ناشفة حطي لها براحتك انت. وبعد ما السلق بتاعنا اتحمص معانا خالص زي ما انتوا شايفين، اتحمص معانا السلق وشرب ميته وريحته بقى جميلة جدا، والتومة كمان اتحمصت معانا. جبت اي حاجة كده تهرسيها بيه وتنعميها خالص وتخليه ناعم معاكي خالص. زي ما انتوا شايفين السلق بتاعنا ده يا جماعة ما شاء الله. نفس الطريقة دي استوى معانا ونشف.
نفس الطريقة دي بتاع السلق يا جماعة. يبقاش فيه مية خالص، يشرب المية بتاعته يبقى ناشف خالص. وخلصنا السلق بتاعنا جميل جدا، وريحته جميلة خالص يا جماعة، بجد يعني حاجة جميلة وتحفة. متكسليش، قومي اجيبي لك 5 6 ربط كده واعملي السلق بتاعك وعينيه في الفريزر، وتطلعيه من يكون عاملة شوربة فراخ، شوربة لحمة، تطلعها على طول كده وتعملي. وطبعا اواني القلقاس دلوقتي ومال السوق ما شاء الله. كمان لو ما فيش متوفر عندك قلقاس ممكن تعملي ببطاطس، بيبقى طعمه جميل جدا ما شاء الله. زي ما انت شايفين كده مقرمش معانا. لازم يبقى معاكي ناشف قوي عشان يبقى معاكي ومحمص، عشان يطلع ريحة شوربة القلقاس أو شوربة البطاطس تبقى ريحتها جميلة جدا. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعنا. لو أول مرة تشوفي قناتي فضل الله يسا أمرا، حط لي لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.